يزور بلادنا حاليا رفقة وفد هام الخليفة العام للطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الاتحادية الأمير السنوسي لاميدو أمينو السنوسي. في برنامجه اليوم أنشطة عديدة يقربنا منها حافظ هوري وعثمان التازي. قام الوفد النيجيري بزيارة لمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، واطلع على مختلف مرافق هذا المعهد والخدمات التي يقدمها للطلبة الأفارقة. سمو الأمير محمد السنوسي سنوسي لاميدو أمينو الخليفة العام للطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الاتحادية تحدث عن الأدوار الطلائعية التي يلعبها هذا المعهد في مجال التكوين الديني في القارة الإفريقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي جلالة الملك على هذه المبادرة. فهذا المعهد حقيقة من العناصر التي تحتاج إليها الأمة الإسلامية جمعاء غاية الاحتجاج، لأننا نعيش في جو الآن يظن أعداء الإسلام أن هذا الدين دين عنف وليس فيه الرحمة ولا تسامح. وهذا المعهد يكون أئمة على طريق مستقيم فيه توسط وتسامح والسلم. نرجو أن يكون هناك مزيدا من الأئمة، وهذا يكون عنصرا من عناصر التي نحتاج إليها في رد السلام والأمن في بلادنا. شرف اليوم معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات صاحب السمو الأمير محمد السنوسي خليفة الطريقة التيجانية بالجمهورية النيجيرية الاتحادية، وهو إذ شرف المعهد كذلك يأتي لتشجيع طلبة النيجيريين الذين يتابعون تكوينهم بالمعهد. وقد بلغ عدد الطلبة النيجيريين الذين تخرجوا من هذا المعهد 391 إماما مرشدا ومرشدة، ويتابع حاليا 60 طالبا نيجيريا دراستهم بالسنة الثانية بالمعهد، وسيستقبل المعهد قريبا حوالي 100 من الطلبة والطالبات النيجيريين. كما قام الوفد النيجيري بزيارة للمجلس العلمي الأعلى، حيث قدمت له شروحات عن تركيبة المجلس وأدواره العلمية وعمل الهيئة العلمية للفتوى وعمل المرأة العالمة. سمو الأمير محمد السنوسي سنوسي لاميدو أمينو ذكر بالعلاقات التاريخية بين البلدين وبين علمائهما، وأكد الوفد النيجيري أن أتباع الطريقة التيجانية يعتبرون زواياهم امتدادا للمملكة المغربية، ويعتبرون المملكة المغربية ملاذهم الروحي ومرجعهم الديني. وكان الوفد النيجيري قد قام بزيارة لضريح محمد الخامس، حيث ترحم على الروحين الطاهرتين للملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما، ووقع خليفة الطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الاتحادية في الدفتر الذهبي للضريح. الكولة كي ساشي